قبل ما تبدا الفيديو ما تنساش تابوني الا كنتي مازال ما تابونيتيش، فعل الجرس باش يوصلك الجديد، بارطاجي مع العائله ومع الاصدقاء ديالك، كومونتير زوين باش تشجعنا، جيب القهيوه ولا المشروب اللي كتبغي بارد ولا سخون ويلا تسافر معايا. من مطار واشنطن الدولي غتبدا الرحله ديالنا، رحله العوده الى باريس عبر لندن. من بعد رحله متعبه من واشنطن لندن، عندنا واحد ليسكال هنايا في لندن ديال 5 ساعات اللي غادي نحاولوا نديروا فيها ديزاكتيفيتي في المدينه ديال لندن. ما عرفناش نقدروا نديروا فيها ولكن غادي نحاول. لندن عاصمة إنجلترا وواحدة من أكبر وأهم المدن في العالم، فيها كاين مقر الحكومة البريطانية، القصر الملكي وكبريات الشركات والجامعات وكذلك المراكز الثقافية. الطقس بلندن غالبا معتدل وممطر بزاف حتى في الصيف، فيها أكثر من 9 مليون نسمة وسكانها من جنسيات وثقافات مختلفة. كنتواجدوا الان بلاكار ديال لندن بادينغتون، ومنها غادي نحاولوا نديروا واحد 3 ولا 4 ديال ليزاكتيفيتي، فات 4 ولا 5 السوايع اللي عندنا ديال ليسكال هنا بمدينه لندن. بطبيعة الحال أول محطة لنا في مدينة لندن لندن هو البرو ماركت، باش نمشيو ناكلو شي حاجة من بعد سفر طويل جدا من مدينة واشنطن. برو ماركت واحد من أقدم الأسواق في لندن، وكاين في جهة ساوث وورك قريب بزاف من لندن بريدج. السوق معروف بزاف بالمأكولات الطازجة المحلية والعالمية، وكيجيو الناس من جميع أنحاء العالم باش يتسوقوا ولا كذلك يجربوا المأكولات اللي فيه. السوق عنده أكثر من 1000 عام ديال التواجد، بان بالضبط في القرن 11 تقريبا في عام 1014، وهذا السوق عنده تاريخ عريق.
واحد من افخم الاماكن اللي يمكن لك تجي تاكل فيها الاكل العالمي. كاين كل شيء، الاكل الاسيوي، الاكل الاوروبي، الاكل الشرقي، الاكل الامريكي، اللي بغيتي كاين في بورو ماركت. وما يمكنش تجي حتى لندن وما تزورش لندن بريدج. لندن بريدج كاين فوق نهر تايمز بوسط لندن، كيربط ما بين سيتي اوف لندن المنطقة المالية والساوث وورك في كاين بورو ماركت. أول جسر دار في هاد البلاصة كان في العصر الروماني منذ 2000 سنة. الجسر تبدل بزاف ديال المرات على مر التاريخ، والجسر اللي كاين دابا تبنى في 1973. The Monument واحد من المعالم التاريخية للندن، قريب من لندن بريدج وكيتواجد بالضبط في السيتي اوف لندن. داروه باش يخلدوا ذكرى الحريق الكبير ديال لندن اللي وقع في عام 1666. هذا الحريق دمر جزء كبير من لندن القديمة، أكثر من 13,000 منزل تحرق والناس كتير تشردوا. تبنى في ظرف 6 سنوات والطول ديالو 61 متر. وباش نختموا هاد لاسكال في مدينة لندن، ما كاين ما احسن من سانت جيمس بارك، واحد من اكبر لي بارك في العاصمة لندن. نرتاحوا شي شوية من عناء السفر طويل من واشنطن حتى لهنايا. سانت جيمس بارك واحد من أقدم وأجمل الحدائق في لندن، كيتواجد في قلب لندن وقريب بزاف من قصر باكنغهام بالاس. الحديقة تأسست في القرن السادس عشر على يد الملك أنري الثامن، ولكن في القرن 17 الملك جيمس الأول بدلها ودار فيها بحيرة وحديقة للطيور، ولات من بعد جزء مهم من الحدائق الملكية. مكان هادئ ومثالي باش تبعد من ضوضاء المدينة. هنا كيرتاحوا العائلات اللندنية، كيجيو هنايا في لي ويكاند وكيرتاحوا. كيف ما يمكن لكم تشوفوا هنايا أجواء جميلة جدا. هذا البارك الواعر بزاف، خصوصا أن الأجواء جميلة جدا وحرارة معتدلة، واحد 28-27 درجة، اللي قليل فاش كتلقى هنايا في مدينة لندن، ولكن أجواء جميلة وجميلة للغاية. حتى لهنا كنوصل لنهاية الفلوق ديال مدينة لندن. ما تنساش تعطينا لايك إلا عجبك المحتوى، تابونا في القناة وفعل الجرس باش يوصلك الجديد. نخليكم مع الصور الجميلة جدا لسانت جيمس بارك. See you next time.